بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين والتابعين أجمعين. كلمة اللجنة التنظيمية للندوة الفكرية الثانية. أيها الحضور الكريم، يسعدنا ويسرنا باسم اللجنة التنظيمية والتنسيقية أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان والاحترام إلى السيدة عميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالنيابة، وهي على مساعدتها وتعاونها لتنظيم أشغال هذه الندوة الفكرية بتناول موضوع مبادرة أطلسية منبثقة من حكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبعد نظر جلالته الذي بادر إلى إطلاق مبادرة سامية وكريمة لفائدة شعوب القارة الإفريقية لإتاحتها فرصة تاريخية لاستغلال الفرص التنموية والاستثمارية التي ستصاحب تنفيذ وإنجاز جملة من المشاريع التنموية، بأنه يدعم الأنشطة العلمية المختلفة بهدف استفادة الطلبة من هذه اللقاءات، لأن هذه اللقاءات هي مكملة للتكوينات للماستر. ويجب على الطلبة أن يتعلموا أن العلم ليس في المدرجات فقط، ولكن في اللقاءات وفي الحلقات وفي النقاشات. الأحداث قادمة. الجديد هنا هو أن الأحداث أصبحت بعنف وخارج القوانين الدولية وخارج المتعارف عليه. فماذا نحن فاعلون كباحثين أو أكاديميين، وكذلك ماذا نحن كفاعلين كمغاربة في هذا الجزء الجغرافي الذي ورثناه ونعيش فيه وندافع عنه. موسى المالكي، منسق ماستر الجغرافيا الاقتصادية والاجتماعية أفريقيا، فليتفضل مشكورا. شكرا زميلي الفاضل الدكتور محمد الكحل، رئيس الجلسة الافتتاحية ورئيس مركز إشعاع الدراسات الاستراتيجية. نحن بطبيعة الحال سعداء جدا كما تفضل الأستاذ الفاضل حسن عبيابة رئيس مركز ابن بطوطة بأن نجتمع في الحقيقة للمرة الثالثة، المناسبة الثالثة، رمضان الثالث هذا الحمد لله الذي يجمعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل أعمارنا وأعماركم، أن نلتقي دائما في هذه اللمة الأكاديمية والإنسانية المباركة تفاعلية لمواكبة المبادرة الأطلسية التي لن تجمع فقط المراكز البحثية الشريكة في هذه المنصة، ولكن أيضا ستنفتح على المراكز البحثية في بلدان الساحل، ولكي نستقبل الأفكار والملاحظات والمقترحات ونكون متفاعلين مع النخب الإفريقية داخل هذه البلدان. قلت